يوم دخلتي جوزي شاف فيا حاجة ومن بعدها صمم فورا انه لازم يطلقني. تعالوا كده نسمع المشكلة بتقول ايه. انا بنت اتجوزت، ولكن يوم فرحي ويوم دخلتي كان هو نفس اليوم اللي قلبي اتكسر فيه. ليه؟ وهحكي لكم القصه بسرعه كده وفي عجاله. انه انا كبنت كنت من الناس اللي عندي سمنه مفرطه. كنت تخينه قوي، وكنت متعقده جدا من منظر جسمي ومنظر شعري، وكنت تقريبا نفسيتي في الارض لحد ما يعني امي عملت جمعيه وبابا ساعد شويه واخواتي لمولي وكده وعملت عمليه تكميم. ومن بعد عمليه التكميم دي شكلي وجسمي اختلف تماما، وفعلا بقيت يعني زي ما بتقولوا كده مزة وحلوة جدا. ما كملتش من بعدها كام شهر وكان النصيب اتخطبت، وما كملتش السنة وكنت متجوزة. وبصراحة كده يعني ما جاتش فرصة، او انا ما اهتمتش اقول لخطيبي ده ان انا كنت عاملة عملية تكميم. ومن جسم كان تخين جدا، وانتوا عارفين يعني ايه سمنة مفرطة، لحد ما خلاص بقى يعني الجسم اتظبط وكده. ده كان ظاهريا، اتجوزت وانا ما عنديش ادنى شك ان ممكن جوزي يعقب على اي شيء. وكان يوم فرحي ده اسود يوم في حياتي. اللي حصل في حياتي كلها كوم، واللي انا هحكيه لكم ده كان كوم تاني. بمجرد ما اتقفل علينا باب واحد لقيت جوزي بينفعل عليا بمجرد ما شاف جسمي، وقال لي ايه القرف ده، ايه اللي انت فيه ده، وانت ازاي ما تقوليليش. لما حكيت له ان انا عامله عمليه تكميم قال لي انت ازاي ما تحكيليش حاجه زي كده، وانا كنت اوافق يرفض. قلت له ايه المشكله، انا ولا اول ولا اخر. قال لي لا لا لا، معنى كده انت ممكن تتخاني تاني، معنى كده ان انت غششتيني، انت خدعتيني، بصي جسمك فيه ترهلات، بصي جسمك شكله مش حلو، ايه الخطوط البيضاء اللي في جسمك دي، اوعي اوعي. وطبعا من يوميها ومن ساعتها هو اخد مني جنب ومصمم، وكلم امه وكلم اخواته انا مش عاوزها، انا عايزه اطلقها وعايز يفركش الجواز. طبعا ده ما كانش سهل عليا ابدا. مش قادره اقول لكم الاحساس اللي انا حسيته، قد ايه قلبي اتقهر وقلبي اتكسر في اكتر يوم كل بنت بتستناه وبتتمناه. جوزي كسر فرحتي في اليوم ده بكل اللي هو قاله، غير ان هو هز ثقتي بنفسي جدا، وخلاني فعلا بقيت طول الوقت قاعده يا اما بعبايات يا اما بجلاليب كده في البيت او بترنجات. ما بقيتش اقدر كمان البس زي اي عروسه براحتي، البس حاجات قصيره، البس كتات، من كتر ما هو طول الوقت كان بيتنمر عليا، واصلا هو مش طايقني. فانا دلوقتي يعني بصراحه، هي مامته كلمته فضلت تهديه تقول له يا ابني عادي وما فيهاش مشكله، ما تقدرش البلا قبل وقوعه تتخان، ايه دي مراتك زي الفل، مراتك ما فيهاش عيب، مراتك ومراتك. وطبعا هو مش قادره اقول لكم كان ردوده كلها سخيفه ازاي، وبيعاملني بقسوه ازاي، وقاصر نفسي ليل ونهار. بجد انا دلوقتي يا امينه متحطمه ومش عارفه فعلا اعمل ايه. عشان كده يا ريت تقولي لي فعلا اعمل ايه واتصرف ازاي. رايي في مشكلتك ونصيحتي ليكي في عجاله وبسرعه كده، اوعي تسمحي ان هو يهدم. اقعدي واتكلمي معاه وقولي له بص بقى يا ابن الناس، انا قدامك بشحمي ولحمي، وانا بني ادمه وانا انسانه. عملت تكميم علشان احسن من نفسي وعشان صحتي، وانا ناويه ان انا افضل محافظه على نفسي. فده شكلي وده جسمي. لو انت مش عاجبك الترهلات فاوكي، في على فكره جيم وفي العاب رياضيه وفي عمليات بتساعد وبتظبط الجسم وتشده. تمام، كلف يا حبيبي تلاقي ملكه جمال. يا اما يروح قلبي يعني خلاص عايز تطلق طلق مع الف سلامه. انما يفضل يقولك كده ويكسر في قلبك وفي نفسك ما ينفعش. وكمان الخطوط او السلوليت اللي احنا بنقول عليه ده اللي بيبقى موجود في الجسم، برضو ليه كريمات وليه علاجات، ولو مشينا في الموضوع ده هنتوفق جدا. وكل العيوب دي يا جماعه النهارده علاجها من اسهل ما يكون. الفكره مش في كده، الفكره انه انت ربنا رزقك بزوج بيهتم بالشكل